ايوه كلامكم صح، كله بطب، وانا طالع وعارف ان كله بيطب. ولو كنت طالع اطبل كان زماني قلت يعني هو الفرح ناقص مطبلاطيه، ما البركه في اللي بيطبله. انما انا مش طالع اطبل، انا طالع اقول كلمه حق، طالع اقول كلمه حق. كويس؟ وشوفوا بقى، اقسم على هذا المصحف واحنا في رمضان، اقسم بهذا الكتاب كتاب الله المصحف الشريف، حضراتكم لو ما سمعتوش كلامي وصدقتوه وامنتوا بيه وعملتوه لا هتشوفوا اسود ايام حياتكم. انتوا دلوقتي بتعملوا الاتي، صح؟ هقول لكم بتعملوا ايه. انتوا دلوقتي عمالين تصوتوا علشان كل السلع اسعارها ارتفعت وفي زيادات، مظبوط؟ وحياة كتاب الله لو واحد فيكم نزل الشارع لما هتلاقوا السلع اصلا، يعني السلع اللي انتوا بتقولوا عليها غاليه مش هتبقى موجوده من اساسه. وحياة كتاب الله لا ده اللي هيحصل، وحياة كتاب الله العلي المجيد لا ده اللي هيحصل. واقول لكم كمان بعد ما فيش 4 سنين، 3 سنين ستملك بني اسرائيل مصر كلها بكاملها. واقسم بالله العظيم، واقسم بالله العظيم، واقسم بكتاب الله ان ده اللي انتوا هتشوفوه، وسجلوه واحفظوه واكتبوه ورايا وابقوا افتكروه بعد 2 سنين. كلام واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. بس تحديدا عايز بس نحط الموضوع في سياقه. تملك الأجانب لعقارات ليس بالشيء السلبي، لأن في النهاية هو بيتملك عقار، ما بيتملكش أرض ولا بياخد، يعني احنا بنتكلم في عقار. وتاني أنا بأكد لحضراتكم دول كبيرة جدا 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 ودول في المنطقة حوالينا واقتصاديات هائلة كلنا بننظر لها بالإعجاب والانبهار، قايمة على فكرة جذب. احنا بنتكلم على تصدير العقار يا جماعة. ما هو تصدير العقار يعني ايه؟ يعني شراء الأجانب للعقارات جوه مصر. أجنبي بيجي بيدفع بالعملة الصعبة وبيتملك عقار ويبدأ بقى يعني النهاردة يستغل هذا العقار. فالموضوع ده يعني أرجو بس ما ننظرلوش بشيء من القلق، وطالما ان الكلام ده في اطار الضوابط اللي موجوده والنهارده يعني بيحصل في اطار منضبط والدوله شايفاه، مش لازم ان احنا يعني نشير كما لو كان ان هذا عامل سلبي. فده انا بس حابب ان انا اكد عليه. طب بيتقال اصل هو بيشتري العقار وبيأجره الاجانب، طب هو ده حاجه سيئه ان هو برضو بيروح جايب حد مثلا من بره يخليه يدخل له فلوس هنا ويبدا يجيب اجنبي يقعده في الشقه ويقعد الاجنبي اللي ده جاي قاعد مثلا اسبوع 2 3 يصرف جوه البلد؟ ما هو النهارده في بعض التوجهات في انشطه السياحه انه بيقول لك انا مش عايز اقعد في فندق، انا عايز اقعد في شقه. ويمكن حضراتكم عارفين النظام اللي بقى موجود بهذا الامر وشايفينه احنا يمكن في بعض المدن الاخرى جوه مصر بعيدا عن شرم الشيخ والغردقه، بعض المواطنين بقوا بيجهزوا بيوتهم وبيجي الاجنبي وبيقعد في هذه الوحدات، ونقدر شايفين تجارب شديده النجاح في الاقصر واسوان. وبيجي السائح وبيقعد في هذه البيوت وما بيقعدش في فندق وبيستمتع بالحياه العاديه اللي بيمارسها جوه هذه المناطق. فانا بس حابب يعني ان انا ااكد على الموضوع ده، احنا بنتابعه ويعني ما نقلقش منه كمصريين. فكرة ان الاجانب بيشتروا سواء في الغردقة او في شرم او حتى في الساحل الشمالي او في القاهرة، ما هو في ملكيات واحنا تاني بنؤكد احنا عايزين نشجع موضوع تصدير العقار. احنا كمصر النهاردة لما بنكون، خلينا نفكر فيها كده، هذا القطاع عندنا قطاع ناجح ويعتبر من القطاعات اللي مصر فيها يعني نجاح بالمقارنة بدول المنطقة، وبيجي مستثمر أجنبي وبيستثمر جوه مصر وبيجيب دولار وبيقعد يستثمر جوه البلد وبقى عنده وحدات في مشروعه. لما يجي يبيع هذه الوحدات لأجنبي آخر برضو أنا اللي كسبان وأنا اللي مستفيد، لأن الأجنبي اللي بيجي هنا وبيشتري العقار ده بيدفع ثمنه بالعملة الصعبة، بيدفع ضرائب للدولة المصرية على هذا العقار، بيبقى وهو موجود جوه هذا العقار
بيدفع كل الضرائب، القيمة المضافة والدخل والكلام ده كله بيساهم في الرواج السياحي. السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، اسمح لي يا سيادة رئيس الوزراء إن أنا محتاجة أتكلم مع حضرتك بلسان المواطن المصري اللي زي ما يكون بعيد، لا مسموع ولا متشاف، وحتى لو سمعناه كأننا ما سمعناهوش. أنا هدي حضرتك مثال على نفسي. أنا يا فندم لو والدي توفاه الله وساب لي عزبة أو حتة أرض، العزبة دي بقت ملكي، أنتش فيها براحتي وأرمي فيها براحتي. ممكن أنتش حتة وأديها لعثمان البواب، وممكن أنتش حتة وأديها للحارس اللي كان واقف له قدام البوابة، وممكن أنتش حتة أديها للواد الخواجة اللي كان بيجي يشتري مني المحصول بتاع الجنينة. ممكن أنتش حتتين حلوين كده وأديهم لولادي عشان دول أولادي، وممكن أنتش 3-4 حتت كده ونظر عليهم واطمع فيهم لنفسي. أصل دي أرضي ملكي، أفعل فيها ما أشاء، أبيعها، أقطعها، أرميها، أأجرها، أيا كان أرضي، محدش ليه عندي حاجة، ملكي. معايا عقود كده ومعايا ورق بيثبت إن الأرض دي ملك لها لا مقلد، ليها حق التصرف فيها. لكن يا فندم في نقطة هنا أنا عايز أسألها لحضرتك. حضرتك لما بتأجر الأرض المصرية، مش هنقول تأجر، لما حضرتك بتطالب بتمليك الأجانب للعقارات المصرية وبتقول احنا هنا مش بنملك الأرض، احنا بنملك العقار. طب هو يا فندم العقار ده مبني فوق أرض مصرية ولا فوق أرض غير مصرية؟ وإزاي يا فندم نملك الأجنبي؟ هي مصر دي مش يعني دولة، يعني وطن، والوطن ده ملك للشعب. الوطن مش مكتوب باسم حد يا فندم، الوطن مش ملك لأي حد ذات منصب يا فندم يفعل ما يشاء في الوطن ويبيع براحته، يملك براحته، يأجر براحته. لا يا فندم، الوطن ليه أصحاب، وأصحابه دايما بيبقوا الشعب. والشعب المصري مش عايز يملك اللاجئين ولا عايز يملك الأجانب، لأن يا فندم في نقطة فارقة، في حاجتين ممكن أتناقش مع حضرتك فيهم. أولا اللي كان عايز يملك ويبيع للأجانب كان محمد مرسي العياط الإخواني الخاين، والمصريين تكوه على دماغه ورفعوه من مكانه وارتحنا منه، رغم ان ديوله لسه شغالة وشياطينه لسه في الخنادق بتاعتها، بس الله الموفق والله المستعان. تاني حاجة يا فندم، لو هناخد احنا دايما الجيش المصري والشعب المصري اللي مخليه متفوق دايما في الخطوات الحالية او خطوات المستقبل، بيبقى ان احنا بنتعلم من الماضي. طب يا فندم حضرتك مش شايف ان احنا لما نملك الاجانب هنبقى عملنا زي الشعب الفلسطيني لما كان بيبيع ارضه ويملك عقاراته لليهود؟ وبعد كده اليهود، يعني مش هحكي لحضرتك، اكيد حضرتك على درايه ويمكن على درايه اكتر مني كمان، بعد كده اليهود استولوا على الارض كلها واستولوا على الدوله. وعملوا في ايه في اصحاب الدوله؟ قالوا لك ما لهمش ارض ولا لهم بيوت، والجرأة خدتهم وخدت قلبهم ان بقى بيبيدوهم. مش ده حضرتك برضو معايا فيه يا فندم ولا لا؟ حضرتك مدرك ده ولا لا؟ طب لما هنملك الاجانب بعدين حضرتك بتقول احنا بنملك عقار مش بنملك ارض. يا سيادة الدكتور مصطفى مدبولي يا فندم، انت لما بتلاقي واحد خاين، واحد دخل الارض عشان خاطر عايز يحتلها، ما بياخدش حتة ارض ويحوط عليها ويقول انا اخدت حتة الارض دي. لا يا فندم، ده هو بيمشيها بالسياسة مع اهل الارض. اول ما بيحصل على حتة ارض بيروح باني عليها بيت. من احنا يا فندم بنقول للاجانب تعالوا احنا اللي بنين لكم البيوت، وبدل ما نملكها للمصريين اهلها
لا احنا هنملكها للأجانب. طب يا فندم بعد مثلا 10 سنين 7 سنين، لا 10 سنين ايه كتيرة قوي، بعد 5 سنين 4 سنين 6 سنين 7 سنين الأجنبي ده هيبقى له كده حصة في الدولة، يبقى مشاركنا، يبقى احنا بنملكه أرضنا. يبقى حضرتك كده بندي فرصة لصاحب العقار يعمل زي ما الفلسطينيين عملوا. والله انا هبيع لك البيت ده بتاعي هو ب1,000,000 جنيه، وهروح اشتري حتة أرض رخيصة ب300,000 وهبني عليها بيت وأبدأ حياتي من جديد أنا وأولادي. لا أنا هبيع لك البيت ده ب1,000,000 جنيه، والأجنبي محبب معليه. لأن يا فندم احنا لما نبيع للأجانب ونملك الأجانب، احنا بنبيع لهم الجيش المصري، بنبيع لهم الأرض المصرية، بنبيع لهم الشعب المصري. وبعدين معلش يا فندم اسمح ليا، يعني اللي من حق حضرتك تبيعه وتملكه للأجانب، عفوا يا فندم، عفوا الفيلا اللي حضرتك عايش فيها، ممكن حضرتك تاخد غرفة من الفيلا دي أو جزء من الفيلا أو دور من الفيلا وتقول ده هملكه لحد من الأجانب. لكن الأرض المصرية عفوا يا فندم مش ملك حد عشان خاطر يبيعها للأجانب. ده أولا. وهتخيل أو هنتخيل إن حضرتك فعلا هتبيع غرفة من الفيلا بتاع حضرتك لأجنبي جاي هيدفع لحضرتك الدولارات اللي بتقول لنا عليها. يعني أنا مش عارفة، إحنا يا فندم مش عايزين دولارات. الشعب المصري مش عايز دولارات. الشعب المصري عايز يغلق دولته على نفسه ونصدر، مش عقارات، لأن العقارات دي ملكنا إحنا. العقارات دي يعني كرامتنا، يعني شرفنا، يعني أرضنا، يعني إرثنا، يعني كلمتنا في الأرض وكلمتنا في العالم. لكن لما نملكها للأجنبي لا خلاص بقت الروس متساوة، بل الأجنبي زيه زي المصري على الأرض دي، بل إن المصري في يوم من الأيام هيبقى أقل درجة، لأن المصري فقير وحضرتك مدرك ذلك. لكن الأجنبي غني وثري، ويا سلام لو الأجنبي ده متدعم بقى من أماكن كده ولا كده، من هيئة استخباراتية، من منظمات إرهابية، من منظمات ماسونية، من منظمات بريطانية أمريكية. يعني هيعملوا البدع على الأرض المصرية لحد ما يبيدونا يا فندم إن شاء الله وبأمر الله. هيغتصبوا نسائنا إن شاء الله بأمر الله، وهيبيدوا شبابنا زي ما بنشوف الشباب الفلسطيني بيتباد. فلو حضرتك يا فندم جايب واحد أجنبي وهتأجر له أو هتملكه غرفة في الفيلا بتاع حضرتك، يعني حضرتك تخيل عفوا أسرة حضرتك رد فعلها هيكون إيه؟ إذا رضخوا وسكتوا عفوا يا فندم، عفوا، يبقى مش عايز أقول كلمة غير طيبة، ولكن لو تصدوا لحضرتك وقالوا لك إزاي يا بابا بتعمل كده؟ إزاي تجيب لنا ناس غريبة تقعد في بيتنا وبعد شوية يطردونا من البيت ونبقى إحنا لاجئين وما نلاقيش أرض تقوينا؟ ساعتها بقى بيدافعوا عن حقهم وبيدافعوا عن ملكهم، لأن الفيلا دي ملك ليهم ومن حقهم يدافعوا عنها، زي ما برضو الأرض المصرية ملك لينا إحنا، ملك للمصريين ومن حقنا ندافع عنها. وبعدين يا فندم حضرتك قلت إن الأجنبي لما بيتملك ويجي يأجر لأجنبي آخر ده في مصلحتنا إحنا، بيدخل علينا دولارات وبيدفع ضرائب وكل ده بيصب في الخزينة المصرية. لا يا فندم، إحنا مش عايزين يصب في الخزينة المصرية دولارات عن طريق بيع أرضنا. مصر مش للبيع، مصر أرض للمصريين. مش عايزين نبقى مجنسين يا سيادة الدكتور مصطفى مدبولي، مش عايزين نعمل خليط كده ومكس ما بين التجنيس، ويبقى الخليط والتجنيس ده في يوم من الأيام يضر الجيش بتاعنا ويضر شعبنا، وساعتها يبقى جيش خاين ما فيهوش الجينات الصافية الخالصة المصرية. فيا فندم في نقطة كمان حضرتك قلتها، قلت السايح لما بيجي مش عايز يقعد جوه فندق. ان شاء الله معناه قاعد جوه فندق يا فندم، ان شاء الله معناه قاعد جوه فندق. هو الأجنبي أو اللي غزونا في يوم من الأيام أو اللي احتلونا في يوم من الأيام هم اللي هيبرمجونا يا فندم ويخلونا نعمل قوانين لمصلحتهم هم، مش لمصلحة وطننا ولا لمصلحة المصريين. والله احنا عندنا الفنادق بسم الله ما شاء الله عليها 5 ستار، اللي لارد عليه ينزل في فندق ينزل، لكن ما يجيش يقول انا لازم اتملك عندك ارض او اتملك عندك
عقار. لا يا فندم، وحضرتك بتقول يا جماعة احنا عايزين نشجع تصدير العقار يا سيدة الدكتور، وبتقول كمان ان دول اجنبية كتيرة قوي قوي قايمة على فكرة تصدير العقار. احنا منهم الدول الاجنبية؟ دي دول مهجنة يا فندم، دول لا ليها اصول ولا جذور. من احنا الدولة المصرية لينا الاصول ولينا الجذور، احنا لينا اساس، لينا اجداد، لينا حضارة. ارضنا بتبقى شرفنا وغالية علينا قوي. لما نيجي يا فندم نأجرها او نملكها للاجنبي والاجنبي يملكها للاجنبي، هو احنا عارفين ايه الاجندة اللي خلف الاجنبي ده؟ هو احنا عارفين يعني انا حضرتك دلوقتي لما تملك فدان لاجنبي، اهو اجنبي واحد، ويجي الاجنبي ده يا فندم يقسم الفدان ده على 1000 عمارة ويسكن كل العماير دي اجانب، مش ده يا فندم يبقى احتلال ولا ايه؟ مش ده احتلال؟ هيبقى مصيرنا احنا ايه؟ وبعدين يا فندم معلش، الشعب المصري استعجب من ابتسامة حضرتك وضحكة حضرتك، لان يا فندم حضرتك الضحكة دي استفزت كتير من الشعب المصري. ايه الفكرة ان حضرتك بتضحك في الموضوع ده؟ الشعب المصري يا فندم بينزف دم، الشعب المصري عيونه بتنزف دم، ما بقاش بيضحك، ما بقاش بيبتسم، بقى الحزن بيشيل ويحط فيه، لان شايف ان بلده بتتباع، شايف ان بلده بتضيع منه، شايف ان هيصبح دولة محتلة في يوم من الايام، شايف ان احنا بنسلم بلدنا للامريكان وللكيان وبكل كده سلاسة، وبنعمل كل الطرق اللي تخلي الشعب لا اما يرضخ لا اما يبقى جاهل ويسيب المركب تعدي لحد ما المركب تعدي، وبعد كده يصحى على غيبوبة، يصحى على كسر الباب عليه وينتشوا مراته وبناته ويبيعوهم في سوق النخاسة. يكتشف زي ما حصل في العراق كده من الجنود الامريكان لما كانوا بيكسروا البيوت عليهم ويخشوا يغتصبوا عفوا اعزكم الله الرجالة نفسهم وياخدوا النساء والفتيات سبايا، وبعد كده بيصدروهم للدول الأوروبية، تجارة أعضاء، تجارة أمور عفوا أعزكم الله جنسية، الله أعلى وأعلم. هل إحنا عايزين نعمل كده في الشعب المصري؟ ما أعتقدش يعني إن الشعب المصري جاهل أو مغيب. فسيادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، من فضل حضرتك، الشعب المصري مش عايز يبيع مصر، الشعب المصري مش عايز دولارات عشان احنا بنبيع ارضنا او بنبيع عقاراتنا، الشعب المصري عايز دولارات ان احنا بنصدر تكنولوجيا، بنصدر علم، بنصدر عقول مفكرة، مش بنصدرها يعني بنحرم بلدنا، لا ده بعد ما بيبقى عندنا اكتفاء ذاتي. بنصدر سلاح، بنصدر منتجات زراعية، منتجات صناعية، بنصدر بترول بعد ما يبقى فايض علينا، نصدر حاجات تانية كتيرة قوي يا فندم هتجيب لنا دولارات، وهتجيب دولارات اكتر من اللي حضرتك متخيلها دي. لكن مش عايزين نجيب دولارات عشان بنبيع ارضنا او بنبيع بيوتنا او بنبيع الشعب. شعب مصر العظيم، احنا دايما في اي كبوة بنمر بيها الجيش المصري عمره ما هيتخلى عنا، وعمر ايده ما هتفلت من ايدنا الا اذا احنا فلتنا من ايده وسبناه يتباع زي ما البلد بتتباع. نزلنا كلنا وحافظنا على البلد في 2011، ونزلنا برضه وحافظنا عليها في 2013، ونزلنا في ثورة 52، ونزلنا كلنا أثناء العدوان الثلاثي، ونزلنا أثناء حرب 73، واتكاتفنا دايما مع بعض. مش خسارة في بلدنا إن احنا نبقى بطريقة سلمية ونقول لا لتمليك الأجانب، ولا لاشتراك مصر داخل المفوضية اللي خاصة باللاجئين، ولا لوجود أي لاجئ على أرض مصر. احنا مش أقل شجاعة ولا أقل رجولة من أي شعب تصدى عشان يحمي شرفه ويحمي أرضه ويحمي عرضه. مش عايزين نتحول إلى جبناء ولا نخاف ولا نهاب، دي أرضنا، لو احنا ما ندافعناش عنها محدش هيدافع عنها، لأن اللي هيدفع الثمن واللي هيبك من بقه الدم هيبقى الشعب المخلص، الشعب اللي في الحالة الاقتصادية المتوسطة
والفقيرة. لكن غير كده دول بيبقى لهم مصالح بقى، بيبقى لهم معارف، بيبقى لهم بدل البيت مليون بيت، بتبقى سبوبة ودايرة. كل حد من دولة معينة ليه بيت في كل دولة عشان يلجأ للبيوت دي وقت ما يحتاج يلجأ. لكن اللي هيتفرم واللي هيندبح هو احنا. فاحنا مازال قدامنا فرصة بطريقة سلمية جدا هنقول لدولتنا، وهنقول للمسؤولين، وهنقول للجيش المصري، وهنقول للرئيس السيسي: مصر بدون لاجئين. مش عايزين لاجئين. مصر بدون بيع او تمليك عقاراتها او ارضها للاجانب حتى لو هتجيب دولارات. عندنا مليون طريقة نجيب من خلالها دولارات، لكن ما نبيعش الوطن عشان نجيب دولارات. شعب مصر الاصيل، اوعوا نفضل راتخين لحد ما نبص نلاقي نفسنا بقينا فلسطين التانية. اوعوا ينضحك علينا. اوعوا تساعدوا ان الجيش المصري يتبات زي الجيش العراقي والجيش السوري. اوعوا، ده الكل مترصد لينا في الداخل والخارج. في الداخل والخارج الكل عمال يترصد لمصر وجيش مصر وشعب مصر الاصيل عشان تبقى ميغة، تبقى سداح مداح، وما يبقاش في مصر ولا جيش مصر ولا شعب مصر الاصيل. دمتم في امان الله.